السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مرحبا بكم في قناة لحبيبة لآلة كلثوم. اشتركوا في القناة وفعلوا الجرس واضغطوا على زر الإعجاب ليصلكم كل جديد من قصصنا المشوقة والغامضة. قصة اليوم يا أحبائي ليست من نسج الخيال، بل هي قصة واقعية مرعبة حدثت بالفعل لأسرة مغربية انتقلت للعيش في منزل جديد في ضواحي مدينة طنجة. منزل هادئ وجميل من الخارج، لكن جدرانه الباردة كانت تخبئ سررا أسودا كاد يودي بحياة أفراد العائلة جميعا، ويقضي على مستقبلهم. تبدأ الأحداث عندما قرر الأب مصطفى، وهو رجل أعمال كافح طوال حياته لتأمين لقمة العيش لعائلته، شراء منزل كبير يتناسب مع أحلامه واستقرار أسرته. بعد بحث طويل ومضن في أزقة وشوارع المدينة، وجد منزلاً معروضاً للبيع في منطقة شبه معزولة بضواحي طنجة. كان المنزل كبيراً، تحيط به حديقة صغيرة مهملة، وكان معروضاً بسعر مغر جداً. سعر يثير الشكوك. لكن الأب، بسبب رغبته الشديدة في امتلاك بيت واسع، لم يتساءل عن سبب رخص ثمنه، ولم يستشر أحداً من الجيران، بل فرح بالصفقة ووقع الأوراق فوراً. وانتقلت العائلة المكونة من الأب والأم فاطمة وابنتهم الصغيرة سلمى، التي لم تتجاوز 7 من عمرها بعد. في الأيام الأولى للانتقال، كان كل شيء يمر بسلام وهدوء. كانت العائلة منشغلة بترتيب الأثاث وتنظيف الغرف وتزيين الصالة. لكن سرعان ما بدأت الأم تلاحظ أشياء غريبة، أشياء صغيرة في البداية لا يتقبلها عقل بشر. كانت عندما تنظف المطبخ وتتركه مرتباً، وتذهب لترتاح قليلاً في غرفتها، تعود لتجد بعض الأواني قد غيرت أماكنها، وكراسي المطبخ مزاحة عن مكانها ببطء كأن أحداً كان يجلس عليها قبل لحظات. في البداية قاطعت الأم شكوكها وقالت في نفسها: ربما أنا من نسيت وضعها في مكانها بسبب الإرهاق وتعب الانتقال. ولكن مع مرور الأيام، بدأ الأمر يتطور بشكل مرعب. في الليل، حين ينام الجميع ويسود الهدوء التام في أرجاء البيت، وتطفأ الأنوار، كانت الأم تستيقظ على أصوات غريبة تأتي من الصالة الخارجية. صوت خطوات خفيفة جدا، خطوات صغيرة تتحرك ببطء، كأن هناك طفلا صغيرا يركض حافي القدمين فوق الزليج البارد. كانت تصغي بمسامعها، ويدق قلبها بقوة، لكنها كانت تخاف الخروج لاستكشاف الأمر في ذلك الظلام الدامس. الكابوس الحقيقي والمنعطف المرعب في هذه القصة بدأ مع ابنتهم الصغيرة سلمى. لاحظت الأم أن طفلتها لم تعد تلعب بألعابها المعتادة، ولم تعد تضحك معهم كما كانت، بل أصبحت تقضي ساعات طويلة جدا بمفردها، جالسة في زاوية غرفتها المظلمة خلف الخزانة الخشبية الكبيرة. كانت تجلس على الأرض، وتنظر إلى الجدار مباشرة، وتتحدث بصوت منخفض غير مفهوم، وتضحك بابتسامة غريبة تبعث القشعريرة في الجسد. في أحد الأيام، ضاقت الأم ذرعا بهذا المنظر، فدخلت الغرفة ببطء، واقتربت من ابنتها وجلست بجانبها، ووضعت يدها على كتفها وسألتها بنبرة حنونة تشوبها الرجفة: مع من تتحدثين يا ابنتي الغالية؟ ولمن تضحكين؟ هنا. التفتت الطفلة ببطء نحو أمها، وكانت عيناها جامدتين خاويتين من البراءة، وقالت بنبرة باردة جدا لا تشبه نبرة الأطفال: أتحدث مع صديقتي ليلى. إنها تسكن خلف هذا الجدار، خلف الخزانة. ليلى تبكي كثيرا، وتقول إن هذا البيت كان بيتها قبل أن يقوموا بدفنها هنا. نزلت هذه الكلمات كالصاعقة على رأس الأم، وشعرت برعب حقيقي يتسلل إلى عظامها. حاولت وهي ترتجف أن تهدئ من روع ابنتها، وأخذتها خارج الغرفة وهي تفكر في هذه المصيبة. وعندما عاد الزوج مصطفى من عمله في المساء،
جلست معه الأم وأخبرته بكل التفاصيل، وعيناها تملأهما الدموع. لكن الأب، وبسبب طبيعته العقلانية وتفكيره التجاري، سخر من الموضوع وضحك قائلاً: إنها مجرد تخيلات أطفال. ربما شاهدت أفلام رسوم متحركة مرعبة، أو سمعت قصصاً وخرافات من زميلاتها في المدرسة. لا تشغلي بالك بهذه الأوهام يا فاطمة. ولكن لم يكن الأب يعلم أن الدور قادم عليه في تلك الليلة بالذات، وأن التكنولوجيا والعقلانية لن تنفعه أمام ما سيراه. في تلك الليلة المشؤومة، كان الجو عاصفاً، وصوت الرياح يضرب النوافذ بعنف شديد. غطى الجميع في نوم عميق بعد يوم شق. وفي تمام الساعة 3 صباحاً، وهي الساعة التي يقال إنها وقت نشاط الأرواح، استيقظ الأب مصطفى فجأة دون أي سبب. شعر ببرودة شديدة ولسعة صقيع تجتاح الغرفة، كأنهم في وسط الثلج، رغم أن النوافذ كانت مغلقة بإحكام. التفت بجانبه ليطمئن، فوجد زوجته نائمة بهدوء. لكن شعر بثقل غريب على صدره، وكأن هناك أنفاسا حارة تتردد في أرجاء الغرفة. نظر الأب نحو سقف الغرفة مستغربا، وهنا تجمد الدم تماما في عروقه، وشلت حركته من هول الصدمة ورعب المشهد. رأى ظلا أسودا كثيفا، مجسما على هيئة بشرية، يقف بشكل مقلوب فوق السقف، يلتصق بالسقف تماما، ووجهه الخالي من الملامح متجه نحو السرير ونحو وجه مصطفى مباشرة. حاول الأب بكل قوته أن يصرخ، أن ينادي على زوجته، أن يحرك يدا أو رجلا، لكنه لم يستطع. كان مصابا بشلل كامل، عاجزا حتى عن إغلاق عينيه. بدأ ذلك الظل الأسود يتحرك فوق السقف ببطء شديد، ويقترب مهبطا رأسه نحو وجه مصطفى، وكان يصدر صوتا مرعبا يشبه فحيح الأفاعي الغاضبة ونبرة بكاء مكتومة. استمر هذا العذاب لعدة دقائق بدت للأب كأنها سنوات من الجحيم. وفجأة وبدون سابق إنذار، انقطع التيار الكهربائي عن المنزل بالكامل، وساد ظلام دامس لا ترى فيه كفك، واختفى الظل فوراً، وعادت القدرة للأب على الحركة، فقفز من السرير وهو يتصبب عرقاً غزيراً، يلهث بجنون ودقات قلبه تكاد تخرج من صدره. لم ينتظر الأب حلول الصباح. أيقظ زوجته خائفاً، وذهبوا فوراً لغرفة ابنتهم سلمي، وحملوها وهي نائمة، وخرجوا يركضون حفاة الأقدام نحو الخارج. قضوا ما تبقى من الليل داخل سيارتهم المركونة بعيداً عن المنزل، وهم يرتجفون من الخوف والذهول مما يحدث في ذلك البيت اللعين. مع بزوغ أولى خيوط الشمس وحلول الصباح الباكر، استجمع الأب شجاعته، وقرر ألا يدخل البيت حتى يفهم الحقيقة. ذهب إلى المقهى الصغير الموجود في أول الحي، وبدأ يسأل الجيران وكبار السن عن تاريخ هذا المنزل الغريب وعن الملاك السابقين له. في البداية، كان الجميع يتهرب من الإجابة وينظرون إليه بشفقة، حتى تقدم منه شيخ طاعن في السن، يظهر على وجهه وقار السنين، وجلس بجانبه وقال له بنبرة حزينة تملأها الحسرة: يا بني، لقد وقعت في الفخ. هذا البيت كان ملكاً لرجل ساحر، يمارس الدجل والسحر الأسود والطقوس الشيطانية قبل 20 عاماً. وكان يرتاد البيت أشخاص غرباء الأطوار. وفي أحد الأيام، اختفت ابنته الصغيرة ليلى، التي كانت تبلغ من العمر 7 سنوات، في ظروف غامضة جداً. بحثت الشرطة عنها في كل مكان دون جدوى، وظن الجميع أنها تاهت أو اختطفت. بعد سنوات قليلة، مات الساحر وحيداً داخل البيت ميتة شنيعة، وبقي المنزل مهجوراً، ولم يستطع أحد العيش فيه حيث كانت تخرج منه أصوات مرعبة، وعرضه الورثة للبيع بثمن رخيص للتخلص من لعنته. هنا
ربط الأب كلام الشيخ بكلام ابنته الصغيرة سلمى عندما قالت إن صديقتها ليلى تسكن خلف الخزانة. لم يتردد الأب مصطفى لثانية واحدة، بل توجه فوراً إلى مركز الشرطة، وقدم بلاغاً رسمياً. ترافقت الشرطة مع الأب وبعض الجيران والشهود، واقتحموا المنزل مجدداً. توجه الجميع بخطوات ثقيلة يملأها الترقب نحو غرفة الطفلة سلمى، وتحديداً نحو تلك الزاوية المظلمة. بمساعدة الرجال، قاموا بزحزحة الخزانة الخشبية الكبيرة والثقيلة عن مكانها. وراء الخزانة ظهر جدار إسمنتي يبدو أنه بني بشكل حديث ومختلف عن بقية جدران الغرفة. أحضرت الشرطة أدوات الهدم، وبدأ العمال بضرب الجدار. ومع كل ضربة مطرقة، كان الخوف يزداد والأنفاس تحتبس. وعندما انهار الجدار وسقطت الأحجار، أصيب الجميع بالذهول والصدمة، وتراجع بعض الجيران إلى الخلف يتقيؤون من هول وبشاعة المنظر الذي ترفضه الإنسانية. لقد وجدوا خلف الجدار تجويفاً سرياً ضيقاً ومظلماً، وداخله قابع الهيكل العظمي للطفلة الصغيرة المفقودة ليلي. ولم يكن هيكلاً عادياً، بل كان محاطاً بطلاسم سحرية غريبة مكتوبة بدم أسود جف على الجدران الداخلية، وبجانب الهيكل مناديل قديمة ملوثة وملابسها التي اختفت بها، وشموع سوداء محترقة. لقد كشفت التحقيقات والشرطة العلمية الحقيقة البشعة. الساحر المجرم قام بتقديم ابنته ليلى كقربان مباشر للشياطين والجن لكي يحصل على أموال طائلة وقوة في سحره، وقام بامتصاص دمائها وبناء الجدار عليها وهي لا تزال على قيد الحياة لتختنق وتموت في الداخل. وبسبب هذه الجريمة النكراء وتلك الطقوس، ظلت روح الطفلة محبوسة ومأثورة في ذلك المكان، والجن يحرسون جثتها ويهاجمون أي شخص يحاول الاستقرار في البيت. غادرت العائلة الشقية ذلك المنزل فوراً، ولم يفكروا حتى في استرجاع أثاثهم أو أموالهم. تم إصدار قرار رسمي من السلطات بهدم البيت بالكامل، وتحويله إلى أرض خلاء حتى لا يتأذى منه أحد آخر. ولكن قصة الرعب لم تنتهي تماماً بالنسبة للعائلة، فالابنة الصغيرة سلمى ظلت لسنوات طويلة تخضع للعلاج النفسي المكثف جراء ما عاشته ورأته. وكلما سألها الأطباء النفسيون عن تلك الفترة وعن صديقتها، كانت تنظر إليهم بنظرة غامضة وتقول: ليلى لم تمت. ليلى تخلصت من الجدار فقط، وهي الآن تبحث عن بيت جديد يسكنه أطفال. وهنا تنتهي قصتنا الواقعية والمؤثرة لليوم يا أحبائي. نسأل الله السلامة والعافية لنا ولكم، وأن يحفظ بيوتنا وبيوتكم من كل شر وإنس وجان. لا تنسوا أن تشاركوني آراءكم وتوقعاتكم في التعليقات أسفل الفيديو، رجاء الاشتراك في قناة لحبيبة لآلة كلثوم، ودعمنا باللايك والبرتاج مع الأهل والأصدقاء لكي نستمر في تقديم المزيد من هذه القصص المشوقة والغامضة. نلتقي في القصة القادمة إن شاء الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.